الإمارات. كيف تتأهل الإمارات وتنطلق إذن المواجهة العشرين على مستوى بطولات كأس الخليج ما بين قطر والإمارات في بطولات الخليج. العنابي في الجهة اليسرى ولدينا الأبيض الإماراتي في الجهة اليمنى. لمن يتابعنا يشاهدنا عبر قنوات الكاسية الرياضية، هناك بعض التغييرات الموجودة على تشكيل المنتخبين. أبدأه بالعنابي، يبدأ بمشعل برشم حارس للمرمى، اسماعيل في الجهة اليمنى، محمد جاسم جابر 15، طارق سلمان بالرقم 5 وهمام الأمين بالرقم 14 في الجهة اليسرى، عاصم دبو 3. كل المنتخبات من الممكن أن تتصدر المجموعة إلا الإمارات في هذه المجموعة لا يمكن، فقط هو المركز الثاني. هنا لدينا بداية الآن تأتي همام في الجهة اليسرى خطيرة للغاية لمصلحة العنابي. محمد أخرى إلى دكة البدلاء، ويبدو بأن رودولفو أروى بارينا يعني معارف، أنت خاصة اللاعب اللي مرة أساسي مرة احتياطي مرة معارف لسكة معارف لمكان. لكن هنا لدينا كرة الآن، يحيى الغساني يسدد كرة وصلت إلى حارس المرمى. ما تنشنوا مع الضغط الإماراتي، لكن لا، في هدوء لسه حاضر موجود. هنا لدينا كرة الآن عن طريق كايو كانيدو خطيرة للغاية، والكرة الأولى التي يتصدى من خلالها مشعل برشم، وكاد المنتخب الإماراتي أن يسجل أول الأهداف، كاد قريب جدا حارب عبد الله وكاد أن يفعل ذلك. وهذا الارتقاء، وهنا كرة حارب اللي كان من خلالها أن يسجل أول الأهداف لولا براعة حارس المرمى مشعل برشم في الكرة الماضية. شوف السرعة والاعتماد على سرعة حارب وسرعة يحيى الغساني في المساحات اللي تكون خلف المدافعين، وتجد بأن كايو وديليما قاعدين فقط دائما بالمفاجآت. هنا لدينا كرة أمامية لكن تبعد هناك راية، نعم راية، والتسلل في الكرة الماضية تعود الآن لمصلحة العنابي. هذا أحمد على واقع في أرضية الميدان، لاعب الغرافة سلامات. هناك عملية التسلل التي كانت موجودة من يحيى الغساني، وهنا لدينا السقوط الذي يأتي من أحمد على سلامات. ما تشوف شريبة أحمد واقع في أرضية الميدان، أحمد يسقط في أرضية الملعب. هنا الجماهير الموجودة بالأعلام القطرية باللباس بالأمور، مشجعين يعني حب. وخليني أقول لك أمر، يعني على مستوى الكرة القطرية والجماهير العراقية، أنا أعتقد وجهة نظر هذه أنه نعم ممكن يكون في ميل أكثر للكرة القطرية بشكل عام، لا أتحدث عن منتخب، لأنه عبر التاريخ أرى أنه موطن اللاعب العراقي خليجيا خارج الكرة العراقية ممكن المحطة الأكثر تواجدا، نعم تواجد في أكثر من ملعب اللاعب العراقي، لكن الأكثر بروزا والأكثر تواجدا وعددا وأسماء أعتقد كان الدوري القطري. هو التبديل الآن الذي سوف يتم بدخول يوسف عبد الرزاق. هذا يوسف عبد الرزاق الاسم الذي يأتي بديلا لأحمد علاء، تبديل اضطراري بالنسبة للعنابي. الأمين بشكل ممتاز في عملية التغطية. هنا الكرة علي أسد، يوسف عبد الرزاق إلى خالد منير في الجهة اليسرى، هذا خالد عنده الكرة يمرر إلى علي أسد. يا سلام على هذا مرور، على هذه نقلة، وهذه كرة، ولا كرة كانيدو. نبي نشوف كرة عمرو، هذه كرة عمرو اللي كان من خلالها الإبعاد من خليفة الحمادي من أمام عمرو سراج، وعملية أعتقد في دعس، موجودة بكرة ثابتة موجودة عن طريق محمد وعد برجله اليسرى، يضع الكرة العالية خطيرة على مستوى القائم الثاني، أبعدت ولا زالت علي أسد يسدد، والكرة أبعدت من دفاعات المنتخب الإماراتي، وصلت خطيرة، والكرة والمطالبة من عمرو سراج. 0 لا له ولا عليه، رايته بيضاء. عندك الكويت عليه 2 من قطر، وعنده 1 على الإمارات، وعليه الآن 1
اذا عليه -2. مشكله، ما ينفع الحكي هذا. زين الامارات له 1 على البحرين وعليه 3، 2 من البحرين و1 من الكويت، صح ولا لا؟ اذا عنده ماينس، لو سجل يبقى -1. ولذلك انا المسؤول، لكن انا ما قاعد اقول لكم عشان تقولوا لي اعذار. هذه لدينا كرة ثابتة خطيرة الان، والكرة التي يسددها عمرو سراج. عمرو سراج اكثر الاسماء التي تقترب من مرمى خالد عيسى كاد ان يفعلها ويسجل. لو وصلت عن طريق خالد منير، يحاول مرور ممتاز من خالد منير، يمرر في الجهة اليسرى لعلي اسد. الاثنين حلوين، الاثنين مهاريين. هذا علي اسد يحاول يمر، يلعب الكرة، يا سلام على الكرة التي لا زالت في ارضية الملعب، وصلت الى يوسف عبد الرزاق، يعيدها الى همام، عادت الى عاصم، نقلة موجودة لوعد، وعد خالد. الله الله الله، حلوة الكرة الماضية، التسديدة التي كانت من خالد منير، النقلة حلوة، اللعبة حلوة، الكرات حلوة، ولذلك الكرة تظهر بهذا الشكل من خالد منير. سدد بيمناه، برافو خالد عيسى، يقول لسمية خالد منير لن تسجل يا خالد، لن تسجل يا خالد، وانا خالد. برافو خالد عيسى في عملية التصدي في الكرة الماضية. اخر دقيقة من الشوط الاول، وهذه الكرة الرأسية الخطيرة والتي لا زالت في احضان خالد عيسى، في احضان خالد عيسى. حلوة، يا سلام، حلوة الروح، جميل الروح. هذا التدخل اللي كان حاضر وموجود، وخطأ. الكرة الأمامية رأسية تحولت، وصلت إلى عمرو سراج، يمر عمرو، لا زالت الكرة لدى عمرو، خطرة 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 خطرة. أوه يا يوسف عبد الرزاق، عملت كل شيء بالطريقة المثالية. نعم، كل شيء كان سليما صحيحا بالنسبة ليوسف عبد الرزاق، لكن في النهاية وضع الكرة أعلى العارضة. يا عيني على الكرة الماضية. وليد عباس راح وليد، راح بعيد وليد، وبعد ذلك يوسف عبود، والكرة التي وصلت إلى عمرو سراج، نقلت الكرة الأمامية، وسقوط يوسف عبد الرزاق، والكرة التي تصل إلى خالد الطلحاني، أمامية طويلة، رأسية، تدخل موجود، خطأ يأتي بمصلحة العنابي، عادت في الخلف عن طريق طارق سلمان لعلي أسد، يحولها في الجهة اليسرى، انتشار جميل جدا. هذه كرة همام، يلعب الكرة العالية، بعيدة يا وعد. نعم، طالت إلى خارج أرضية الملعب، وصافرة علي صباح تعلن نهاية أحداث شوط اللقاء الأول خالد، شكرا لضيوفك الكرام. إذا مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان أينما كنتم، تحية طيبة. نعود معكم. أشوف بين الشوطين جذع النخلة فل زين. في منتخب العراق يلعب لا، القوة الجوية الزوراء يلعب لا. هذه كرة الآن خطيرة لمصلحة الإمارات، لكن برشم في عملية الإبعاد، تابعت الإمارات، وأعتقد أنه وجود دليمة ما له داعي. يعني علي صالح اللاعب الإماراتي جميل، لو ينزل أنا أعتقد أفضل بكثير من دليل، لأنه ما هو بجاهز، واضح تماما عدم جاهزية موجودة بالنسبة له. هنا المطالبة حتى الآن تعادل سلبي ما بين المنتخبين. الزين هناك أقول لك أيضا تعادل إيجابي. هذه ركنية وبعدت من مشعل برشم، وصلت إلى عبد الله رمضان،
يلعب الكرة العرضية تمر من الكل، خطيرة. وليد عباس يطالب بركلة جزاء الآن بعد السقوط داخل منطقة الجزاء، داخل منطقة كايو كانيدو ومشعل برشم. كايو يضيع أضاع كايو والكرة إلى خارج أرضية الميدان. نعم، يضيع كايو كانيدو. يا كايو كانيدو تشتعل مدرجات استاد الميناء الدولي. نعم، في القائم، الكرة القائم الأيسر، وبعد ذلك إلى خارج أرضية الميدان. لم يستغل الإمارات ذلك، لم يستغل كايو كانيدو. أوه يا كايو، كل شيء سليم، التنفيذ سليم، عدم دخول اللاعبين سليم، وقوف مشعل على الخط سليم، لكن الغير سليم بأن كايو كانيدو وضعها في القائم والكرة لم تدخل الشباك. اوه يا ابيض، اوه يا امارات. نعم، هنا الكرة الماضية التي اضاعها كايو كانيدو وركلة الجزاء تصل الان لمصلحة همام. يحاول في الجهة اليسرى، يمر همام، استلام موجود وكرة حاضرة، لا زالت عمرو سراج بلمس خذوهات إلى همام الأمين في الجهة اليسرى، خطيرة للغاية، والكرة وصلت الآن عن طريق تميم. يحاول تميم الضغط من أحمد فاضل والسقوط في أرضية الملعب. حارب يا حارب، يمر حارب، لا زالت الكرة لدى حارب. الكرة الأمامية، كايو راح، مر كايو. لا، برافو. اي والله برافو طارق سلمان. هنا البعض منكم، نعم، اسمع، البعض كان يتحدث عرقله يا طارق. ابيض الاماراتي. هذه الكرة الان تحولت لعبد الله رمضان، استلام موجود ياتي من خالد الضرحاني الى كايو كانيدو في الجهة. مر كايو، خطيرة لما الله. نعم، يسجل ليما، يفعلها دليما، يفعلها فابيو دليما، ويسجل. كان غائبا غير متواجدا، لكنه يضع الكرة في الشباك. نعم، في الشباك، معلنا عن أول أهداف المواجهة، أول أهداف المباراة. هذا كايو، برافو كايو في عملية مرور وبلمسة واحدة بعيدا عن الرقابة كان كايو، والكرة مرت بهذا الشكل وسجل أول أهداف اللقاء. كان التأخر الموجود على المستوى الدفاعي هي كانت في الأولى من إسماعيل وأحمد فاضل، ثم كانت أيضا من طارق سلمان ليسجل فابيو دليما أول الأهداف. ايش عمل في الدقائق الأخيرة؟ راح نشوف كل شيء وارد. هذه الكرة الآن موجودة، عمرو سراج لمصلحة العنابي. عمرو سراج يعيدها بالخلف، عاصم أدابو، عاصم إلى إسماعيل لأحمد فاضل في عملية الإبعاد. الكرة التي تعود للعنابي، عمرو سراج، علي أسد، عاصم أدابو، نقلات جميلة موجودة في الجهة اليمنى، خطرة للعنابي، لا زالت خطيرة، والكرة التي عاصم مررت هاشم إلى علي أسد يمرر إلى همام في الجهة اليسرى. همام لديه الكرة، همام يبحث، يلعبها، يا سلام، الله، منصور مفتاح يعود مرة أخرى إلى الأمجاد. منصور
نسله يعود عن طريق ابنه، يعود عن طريق تميم، يسجل تميم، يضعها تميم. الله يا همام، الله يا همام، عن اي تحرك هذا، عن اي كرة هذا. نعم تميم يسجل، تميم هدف التعادل، 1-1 في توقيت صعب للغاية. تلخبطت تغيرت. سجل اول اهدافه مع العنابي، اول اهدافه. اذا مبروك، الف مبروك العنابي الى نصف النهائي.